انا وشخص بنحب بعض وهو كويس قوي من كله، بس المشكله الوحيده انه معاه اعداديه وانا كليه طبيه، فهل اهلي هيوافقوا؟ بصي، هو بتبقى صعبه لان اعداديه وكليه طبيه دي، يعني حتى لو تمريض او الكلام ده برضو بعيده، ان انتوا الاتنين يعني دماغهم مش هتبقى قريبه من بعض. وفي نفس الوقت انا ما اعرفش هو شغال ايه، يعني هو بيشتغل ايه، وفي نفس الوقت مرتبه كام. لان لما اهلك هيجي يتقدم لهم هيجي يتقال له هو شغال ايه وبيقبض كام والكلام ده كله، بعيدا عن الشهاده برضو. فهو حله ان هو يتقدم ويجرب. بس انتي عيلته عارفاهم، مستوى تعليمهم، هل مستوى التعليم ده هيأثر معاك انت بعدين في حاجة؟ هتبقي متضايقة من حاجة عيالك بعد كده؟ الحاجات دي كلها لازم، الابعاد دي كلها لازم انت تفكري فيها، لان انت لما هتيجي تتجوزي بعد كده هو اللي هيبقى قائد البيت، فالمفروض هو يبقى اعلى فكرا وتعليما وكل حاجة. ف والكل قاعدة لها شواذ، عادي في اتنين بيتجوزوا بيبقوا الست اعلى من الراجل وبتمشي، بس مش على طول بتمشي. القاعدة ان الاحسن يبقى الراجل اعلى من الست.